حياة النجوم مش بس أضواء وشهرة وبريق وأزياء. حياة النجوم فيها أسرار فنية وتفاصيل شخصية وحكايات أحيانا كوميدية وأحيانا درامية. فلاش مع الناقد الفني أحمد سعد الدين. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج فلاش. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا. هل الدور بينادي صاحبه ولا الفنان هو الذي يبحث عن الدور؟ أنا على مدار 30 سنة اللي فاتوا هنقدر نقول إن من أفضل المسلسلات الدرامية اللي اتصنعت في التلفزيون هو مسلسل ليالي الحلمية، ومن أجمل النجوم اللي حبيناهم الفنان يحيى الفخراني والفنان صلاح السعدني. الغريب إن يوم ما تم هذا المسلسل في الجزء الأول كان الترشيح عم اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، كان الترشيح بالنسبة له رقم 1 محمود ياسين في دور الباشا، والفنان سعيد صالح في دور اللي هو قام بدور صلاح السعدني. الاثنين طلبوا اجر زياده شويه في الوقت ده، يعني حوالي 100 جنيه مثلا زياده. فكر عم اسماعيل في النجم يحيى الفخراني ان هو يطلع في دور العمده. يحيى الفخراني قرا السيناريو وعجبه جدا، ولكن رجع لاسماعيل عبد الحافظ وقال له على فكره الدور جميل بس انا حاسس ان الباشا بالنسبه لي اجمل. سليم باشا. مين؟ اهلا 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 يا مرحب يا مرحب. ايه غيابك طول يعني يا ابو عادل؟ احنا كان في بينا ميعاد يا سليمان باشا ولا ايه؟ يعني اصلك من اخر مره كنت هنا لما جيت تتحايل عليا ياخد ارضي ما شفناش وشك تاني. بس انت رفضت تشتري. والله احنا هنقف ولا ايه؟ اتفضل اقعد اعمل لنا شاي ولا؟ لا الحكايه مش محتاجه قعده ولا شاي ولا حاجه، انا جاي اعرض تاني. ماني قلت لك قبل كده هم 100 جنيه في الفدان، والكلام ده عشان انت حبيبي عشان خاطرك. طب خليهم 200 عشان خاطر. والله ما تشوف حلمة ودنك ولا 101. ده اخر كلام. انت عارفني انا راجل حويط وكلمتي بيري فيكس. يا خساره، لازم هنشوف حد تاني بقى. يا خساره مش هتلاقي يا ابو عادل. بس انا لقيت يا ابو زهره. استحال، محدش يستجري يهوب ناحيه ارضي حتى لو كان مولانا. المشكلة كانت ان هو يدور على مين؟ على حد يعمل دور العمدة. ففي الاخر بعد فنانين كتير جدا ما اعتذروا وافق النجم صلاح السعدني وقال انا هعمل الدور ده. كتير من اصدقاء فنان صلاح السعدني قالوا له بلاش، لان هيحصل مقارنة ظالمة ما بينك وبين النجم الراحل صلاح منصور في فيلم الزوجة التانية. هو احسن واحد عمل دور العمدة والبصمة بتاعته ما كل خلص على دور العمدة يمين شمال. المهم فنان صلاح السعدني قال لا وتمسك برأيه وقال هعمل دور العمدة، وفعلا عمل دور العمدة. والمسلسل ده كان معمول ان هو الجزء الاول لو نجح هيكمل. من الحلقة الاولى شد الناس بشكل كبير جدا، وبقت في مباراة تمثيلية ما بين الاثنين، ما بين العمدة وبين الباشا وطبعا الشخصيات اللي جواها. وارتبط الناس بهذا المسلسل لدرجة انه اتعمل منه 5 أجزاء في حياة اسماعيل عبد الحافظ وأسامة أنور عكاشة. ولكن تبقى ليالي الحلمية واحدة من أهم الأعمال الدرامية اللي حصلت في تاريخ التلفزيون المصري او الدراما المصرية، اللي الناس لحد النهاردة بتاخدها مرجع تاريخي مش بس ان هي مسلسل درامي. الروح في ضوح الوطن يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار يقعد غريب الدار لالي وسكن، من اختمار الحلم يجي النهار يقعد غريب الدار لأهل وسكن. فلاش إخراج رحاب صلاح.